ريتاج عشان كان عندها مرض التبول اللا إرادي، أمها كلمت واحد عشان يجي يربيها، ووقفت كمان تتفرج عليه وهو بيموت البنت. في يوم 17/1/2024 الساعة 10:30 الصبح وصلت سارة هي وواحد تاني لمستشفى جراحات اليوم الواحد، وكانوا شايلين الطفلة ريتاج اللي كانت فاقدة الوعي من كتر اللي حصل فيها. والدكاترة بدأوا يفحصوا البنت، وبعدها الدكتور خرج وسأل أمها وقال لها ايه اللي حصل بالظبط مع البنت. ساعتها بدأت ترتبك وقالت له مفيش يا دكتور، هي البنت مالها؟ لكن الدكتور طبعا كان شايف ان في اثار لكدمات كتير في جسم البنت، وواضح ان الكدمات دي لسه جديدة. وخرج الدكتور تاني علشان يوجه لها نفس السؤال ويقول لها ايه اللي حصل للبنت بالظبط. فسارة ام البنت رفضت تتكلم، علشان كده الدكتور اتصل على الشرطة، ووصل ضابط الشرطة ومعاه امين شرطة وبدأ يسأل سارة على اللي حصل للبنت. فقالت له ان علي ابو ريتاج بنتها هو اللي عمل فيها كده، وانها كانت قاعدة في البيت هي وبناتها الاتنين، وجوزها اللي مش عايش معاهم اصلا دخل الشقة وفضل يضرب ريتاج بسلك الكهرباء لحد ما اغمى عليها. وساعتها قالت للضابط ان علي جوزها واقف قدام المستشفى، فخرج علشان يشوفه لكنه ملقاش حد موجود بره. في الوقت ده كانت سارة واقف معاها شخص، فالضابط ما كانش فاهم اي حاجة، علشان كده اخدهم هما الاتنين معاه الاسم علشان يفهم الموضوع بالظبط. وعلشان نعرف مين الشخص اللي كان مع سارة لازم نرجع بالزمن كام سنة علشان نعرف القصة من الأول. سارة كانت متجوزة من علي وعايشين مع بعض في منطقة عين شمس، والأمور كانت ماشية ما بينهم، وبعد سنين ربنا كرمهم وخلفوا بنتين زي القمر، سما اللي كبرت وبقى عندها 13 سنة، وارتاج اللي بقى عندها 11 سنة. بس فجأة تحصل ما بين سارة وجوزها مشاكل، والمشاكل دي كبرت لدرجة ان سارة اخدت بناتها الاتنين وراحت أجرت شقة بعيد عن جوزها، والشقة كانت في نفس المنطقة. بس طبعا سارة ما كانتش انفصلت عن جوزها، كانت سايبة البيت بس وعايشة بعيد عنه، وبعد كده بدأت ترفع عليه قضية خلع. والشقة اللي عايشة فيها سارة كان إيجارها غالي عليها شوية، وطبعا كان معاها بنتين والمصاريف عمالة تكتر عليها، وما كانتش عارفة تتصرف ازاي. وفي يوم تتعرف على محمد، شاب كان عنده 29 سنة وشغال في كشك قريب جدا من الشقة اللي مأجراها، وعشان كان قريب منها كانت متعودة تشتري احتياجاتها منه. ومرة في التانية بقى في بينهم كلام واستلطاف، لدرجة ان سارة اتعودت عليه وبدأت تشتكيله وتقوله ان ايجار الشقة بتاعتها غالي جدا وهي مش قادرة تدفعه. ساعتها قال لها ان هو عنده شقة في عزبة الهجانة في مدينة نصر ومحدش عايش فيها، وهيديها لها تعيش فيها هي وبناتها، وما تقلقش من اي حاجة لانه مش هياخد منها ايجار، وهيعمل الموضوع ده جدعنة من عنده. وطبعا اللي عمله ده ما كانش جدعنة ولا حاجة، بس كان فيه هدف في دماغه وكان عايز يوصل له. المهم سارة فرحت جدا بالعرض بتاعه، وفي اقل من شهر كانت نقلة العفش بتاعها وراحت شقة محمد علشان تعيش فيها هي وبناتها. ومشي الحال بسارة وكانت عايشة ومفيش اي مشاكل. المشكلة الوحيدة اللي كانت عندها بنتها ريتاج اللي كان عندها 11 سنة، لأنها كان عندها مرض التبول اللا إرادي، وسارة كانت دايما بتضربها بسبب الموضوع ده، وكانت خلاص زهقت منها، مع ان دي حاجة مش بإيد البنت. وسارة بدل ما تاخد بنتها للدكتور ويعالجها عملت حاجة مش ممكن تخطر على بال حد، وهي انها اتصلت على محمد وقالت له تعالى دلوقتي. ومحمد طبعا ما كدبش خبر وراح على الشقة، وسارة قالت له على اللي بتعمله ريتاج، وطلبت منه ان هو يضربها عشان تخاف منه وما تعملش كده تاني. وبعد نص ساعة كان محمد شايل ريتاج ومشي هو وامها وركبوا توك توك علشان يروحوا مستشفى اليوم الواحد. اتهمت ابوها علي ان هو اللي عمل كده، وطبعا الشرطة قبضت عليها هي ومحمد، وفي نفس اليوم كانت قبضة على علي ابو ريتاج. وبدأت الشرطة التحقيق معاهم، وكلام سارة ومحمد كان واحد. ولما سألوا محمد عن سبب تواجده في شقة سارة قال ان الشقة دي بتاعته مأجرها لسارة، وانه كان في نفس المنطقة اللي فيها الشقة بالصدفة. وسارة ساعتها اتصلت بيه وطلبت منه يجيلها، ولما راح شاف علي جوزها نازل من الشقة، وسارة ساعتها قالت له ان هو ضرب البنت لحد ما اغمى عليها. والشرطة لما تسأل سارة تقول لهم انها كانت قاعدة في البيت هي وبناتها، وجوزها جه وضرب بنتها بسلك الكهرباء وبعد كده نزل، وهي اضطرت ساعتها تتصل على محمد علشان يجي معاها ويودوا البنت المستشفى. والشرطة تحقق مع علي ابو ريتاج ويقول لهم ان هو منفصل عن مراته بقاله 3 سنين، وان مراته بتعمل علاقة محرمة مع محمد. لكن للأسف كان كلام محمد وسارة مقنع اكتر من علي، علشان كده الشرطة احتجزتهم هما التلاتة وبدأت بعد كده تعمل تحرياتها. والشرطة لما راحت المستشفى علشان تستجوب ريتاج للأسف لقوها ماتت. فرجال المباحث بدأوا يفرغوا الكاميرات اللي موجودة في الشارع اللي فيه الشقة بتاعت سارة علشان يتفاجئوا ان علي ما راحش الشقة في اليوم ده وانه بريء. وبعد الضغط على محمد وسارة اعترفوا بكل حاجة،
وقالوا ان محمد وصل الشقة عشان يضرب ريتاج زي ما امها طلبت منه، ودخل عليها الأوضة وكان في ايده سلك كهرباء طوله 1 متر، والبنت اول ما شافته فضلت تجري في الأوضة، لكن في الاخر مسكها وفضل يضرب فيها بالسلك من 15 ل 30 ضربة، وده كان كفيل ان البنت يغمى عليها. وكل ده كان بيحصل قدام سارة وقدام سما اختها الكبيرة، وبعدها اخدوها وجريوا بيها على المستشفى، وحصل اللي حصل. وساعتها محمد قال في اعترافاته ان هو ما كانش يقصد يقتل ريتاج، هو كان عايز يأدبها بس. وطبعا دي ما كانتش اول مرة يعمل كده، لانه قبلها بكام يوم كان ضارب اختها سما الكبيرة. وتحريات الشرطة اثبتت ان مفيش اي عقود ايجار بين سارة ومحمد، وانها كانت عايشة معاه في الشقة وكان بينهم علاقة محرمة، بس محمد نفى العلاقة دي، بس اللي اكدتها هي سارة في اعترافاتها، وقالت انها تربطها بمحمد علاقة محرمة. وبعد اعترافاتهم هما الاتنين اتحالوا لمحكمة الجنايات يوم 13/6/2024، وان شاء الله ياخدوا الحكم اللي يستحقوه.